وصفتنا النهاردة كلها بالكوباية دي، شغلنا النهاردة يعتمد على الكوباية دي. يلا كده نشوف هنعمل ايه. معايا كده قالب مقاس 26، هحط فيه معلقة من الزبدة، وهبتدي اوزع الزبدة دي في جميع انحاء القالب بتاعي والاطراف، علشان معلقة الزبدة دي هتفرق معايا في الوصفة بتاعتي. في نهاية الفيديو هقول لكم هتفرق في ايه. معايا كده بولة، وبرضو بالكوباية اللي اتفقنا عليها في اول الفيديو. معايا كده دقيق ذرة اصفر، في دقيق ذرة اصفر وفي دقيق ذرة ابيض. اهم حاجة الدقيق الذرة الاصفر، لان هو ده الدقيق الذرة الاصلي. هنعمل النهارده مع بعض بسيسه بطريقه حلوه قوي وسهله جدا. حطينا كده في البوله بتاعتنا كوبايه وربع من الدقيق اللي هو الذرة، ومعانا كوباية وربع من الدقيق العادي بتاع اي معجنات او اي مخبوزات. كده تمام. معايا بقى كيس بيكنج باودر، هنحط كيس البيكنج باودر كامل، ومعايا ذرة من الملح. حطيت بقى كل المكونات السائل قصدي الجافة، وهركنها مع على جنب. وهجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي، وهحط كده كوباية من السكر، ومعايا 3 من البيضات، وممكن عادي تعمليها ببيضتين. بس كده ابتدي بقى اكسر البيض بتاعي في شفشق الخلاط على كوباية السكر، وهنزل بقى بكوباية مختلطة ورشة الفانيليا الاول. وهجيب بقى كوباية نفس الكوباية، وهحط بقى نص كوباية من الزيت، وهحط نص كوباية من الزبدة عليها. وممكن تعمليها بزيت بس بالزيت وبالسمنة مع بعض بتديها هشة حلوة، وبتديها طراوة بتديها سمك حلو. ضربتهم كده ضربة مبرحا في الخلاط، ونزلت بيهم على المكونات الجافة، وابتدي بقى كده ادمجهم مع بعض، واضربهم كده ضربة كده حلوة، علشان المكونات بتاعتي تختلط ببعض. كده قلبتها كده وبقت معايا تمام. عايزاها بالسمك اللي انتوا شايفينه. جبت بقى القالب بتاعي، وهبتدي بقى انزل الخليط بتاعي كله. واهم حاجة الدبة ديت، الهزة ديت بقى علشان توزع الخليط كويس. دخلتها الفرن، ما تفتحيش باب الفرن عليها قبل 40 دقيقة. دخلتها 40 دقيقة، وكان على درجة حرارة 170، وخرجتها بقى. كانت بالصفار والجمال ده. معلقة الزبدة هي اللي خلتها بقى صفرة بالجمال دوت. بصوا كده معايا، خرطتها كده وطلعت معايا ما شاء الله عالية وهشة. بصوا العلو بتاعها وتحفة، وطريقتها سهلة جدا. يا رب تعجبكم، والسلام عليكم.